السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أحلى متابعين في الدنيا. عاملين إيه أمارات؟ وحشتوني جدا جدا. رجعت لكم بعد غياب، وطبعا معلش كان بقى غصب عني إن أنا ما نزلتلكمش فيديوهات، فرجع حبيت بقى أرجع لكم بفيديو تاني جديد. هنعمل مع بعض كليبسات شعر بسيطة جدا، تنفع للبنوتات، ينفع للكبار، تنفع لكل الأعمار طبعا. زي ما انتم شايفين كده، هحتاج بقى بص دي فصوص كده ألماظ صغيرة بتتجاب بقى بالكيس ده. وهحتاج كليبس شعر اللي احنا هنعمله النهارده، وورق جوخ. واحتاج البي 7000 زي ما انتم شايفين كده. الفيديو بتاعنا بسيط جدا، وطبعا يعني سهل كمان جدا للمبتدئين. اهم حاجه تركزوا معايا يا امارات، اللي حاجه بسيطه جدا حبيت ارجع لكم بيها. وان شاء الله هننزل مع بعض الفتره الجايه برضو فيديوهات، وهننزل مع بعض اشكال تانية كتير من الاكسسوارات. وطبعا اي حاجه انتوا عايزينها اكتبوها لي في التعليقات. ويلا بينا نبدا نشوف بقى هنعمل مع بعض ايه. تمام. ده كده الكليبس اللي انا اشتغلته، هنعمل مع بعض كمان واحد عشان يبقى طقم اتنين. تمام. طبعا هحتاج كمان ورق الجوخ. الورق الجوخ ده يا بنات طبعا ده بيتجاب بقى بصي بالمتر. هتحتاجي حته صغيره، هتعملي عليها طبعا التوكه بتاعه الكليبس اللي احنا هنحطها زينه على الكليبس. تمام. زي ما انتوا شايفين كده، هتحطي فصوص الماس، ده حجم كبير. الفصوص الالماس دي في منها مقاسات، ده المقاس طبعا الفص ده كده. يعني هيعمل له يا بنات بصوا، هيعمل له زي بجنيه او حاجه زي كده، يعني حاجه بسيطه جدا. طبعا الكليبسات دي انا عايزه اقول لك طبعا حجمها صغير جدا، وخاماتها بسيطه. هتباعها بسعر جميل جدا. تمام. ركزي معايا في الطريقه علشان تقدري تنفذي ايه طبعا الطريقه القمر دي. طبعا ده قلم بيشيل طبعا اي حاجه صغيره، اسمه قلم طبعا انصاص لولي، او اي حاجه طبعا صغيره بتشال بيها. ده يا بنات بصوا يا بنات، ده بيتجاب زي حاجه و30 طبعا. انا كنت جايباه من فتره فكان كبير عن كده. تمام. زي ما انت شايفه، هتشيلي كده بيه طبعا الاستراز بعد ما تحطي طبعا البي 7000 حوالين فصوص الالماس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الطريقه بسيطه جدا يا بنات، وطبعا ده ينفع للبنوتات وينفع لكل الاعمار. كل اللي هنعمله حاجه بسيطه جدا. التوكه دي بدل ما تجيبيها جاهزه من محلات الهاند ميد، لا انا قلت اصنعها واحطها على كلاسات شعر. تنفع او سواء تو او اي حاجه تانية. انتوا طبعا ممكن تنفذي بقى الطريقه دي. ممكن كمان تعملي حلق، ممكن تعملي كمان اكسسوارات تانية. حاجات كتير ممكن ينفذوا بيها الطريقة ديت. يعني لو انتوا عايزين موديل معين اكتبوها لي في التعليقات. زي ما انتوا شايفين كده يا بنات، هننفذ بالطريقة دي. طبعا كل حاجة سهلة جدا جدا. المبتدئين بقى اللي بتابعوني ركزوا معايا اماراتي، علشان طبعا مفيش حاجة تقف معاكم. تمام. زي ما انتوا شايفين، هتثبتي كده كويس جدا، وبعدين تسيبيها بقى تنشف كويس. انا مش هحط حاجه اكتر من كده عشان المنظر ما يبقاش اوفر. هتقصي بقى بعد ما ينشف كويس، هتقصي طبعا الحروف ديت. بس انا عشان وقتنا وقت الفيديو، فانا حبيت ان بقى نقص على طول. وبالولاعه وهنساوي الحروف اللي انتوا شايفينها دي يا بنات. تمام. الحروف اللي انتوا اللي هتفضل مننا من مكان ما كنا عاملين كده، طبعا هتبقى يعني عشان ما تبانش معانا. تمام. زي ما انتوا شايفين كده، هتساوي الحروف بالمقص كده، وبعد كده بالولاعة. هتشيطي اي حروف تانية. طبعا الورق الجوك مقابل اللي هو تعمليه بالولاعة على فكرة، عادي يا بنات. بالولاعة كده وهتشيطيه. تمام. زي ما انت شايفة كده، اهم حاجة تركزوا. تمام يا امارات، هتعملي بالطريقة دي لحد ده عشان تساوي طبعا ما تبينيش القماش اللي هو الاجوغ ده اللي جاي تحت الكليبس. تمام. زي ما انتوا شايفين كده، عملنا طبعا كده اتنين. الاتنين بس يا بنات دول اللي هيجوا على قد مقاس الكليبس، مش هزود عن كده. تمام. طبعا اي فراغ تاني احط فيه طبعا انصاص طبعا، اللي هي طبعا استراس او اي حاجه طبعا. هتقصي قطعتين من ورق الجوخ، قطعه تحت وقطعه فوق. زي ما انت شايف القطعه ده احطها فوق، وبعد كده هلزق عليها الشغل بتاعي. تمام. بالشمع بقى، وهتحطي كميه بسيطه، وتبداي تحطي الطريقه دي. كلبس بسيط جدا جدا وشيك كمان في نفس الوقت. اتمنى الطريقه تعجبكم. تمام. اهم حاجه تابعوا معايا الفيديو للاخر وما تعدوش منه حاجه، عشان طبعا عايزه اقول لكم كمان يعني حاجه جميله جدا تقدري تصنعيها لبنوتك، بدل ما تجيبي طبعا من محلات بتكون غاليه جدا. تابعي معايا وشوفي الطريقه هتعجبكم جدا جدا يا بنات. تمام. تحطي بقى حبه من الشمع كده، وتحطي القطعه التانية زي ما انت شايفه كده، بالنظام ده كده. حاجة جميلة جدا جدا، وفي نفس الوقت كده هتلمع في الشعر، هتدي منظر جميل جدا. تمام. هتساوي بقى اي حروف طالعة منك بالولاعة بقى. بس انا عايزة اقول لكم هنا الولاعة كانت خلصت معايا، بس بقى هساوي بالمقص، مش هخلي اي حاجة باينة. تمام. هتساوي بالمقص كده زي ما انتوا شايفين، مش هتخلي اي حاجة باينة. كده كده هتحطي عليها طبعا الورد اللي احنا عاملينه ده، وطبعا مش هيبان. تمام.
هنبدأ بقى نعمل ايه، كحبة شمع كده على اول واحدة. تمام. وتبدأي تلزقي. تمام كده، بسيطة جدا جدا اهيت. مفيش اي حاجة صعبة عليكم. تمام. وبعد كده يا امارات هتحط بقى ايه التانية بالطريقة دي. فضل معايا فراغ في الكليبس. تمام. احط عليه 2 من انصاص طبعا الاستراس دولت. ده بنات زي انصاص اللولي، بس الفرق ان ده طبعا ايه انصاص فصوص الماس. تمام. زي بالظبط، بس الفرق طبعا واضح. تمام. ده بقى عشان تجيبيه، ده بيتجاب من محلات الهاند ميد. ده تقريبا بينباع بالجرامات. وانا كنت جايبه من فتره، الكيس كان عامل 10 جنيه.